تعالوا يلا مع بعض نعمل ترند الحطب، ترند من غير اي مجهود، من غير سخن، من غير اي حاجه، كله على البارد. هنشوف كل المكونات بتاعتنا بس من داخل الفيديو، استنونا. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا رسول الله. يلا نعمل ايه؟ هنعمل زي ما انتم شايفين كده، ننزل كوب من لبن الحليب المكثف. وطبعا انا عملت لكم وصفه قبل كده في البيت لبن الحليب المكثف، انتوا طبعا عايزين بقى تتفرجوا عليها، هنزله لكم رابط على الفيديو ده ان شاء الله، عشان لو حابين ان انتوا تعملوه في البيت. هننزل كده كمان علبه القشطه بتاعتنا. ونبتدي نهرس البسكوت عندنا بالشكل ده، ونحط عليه شوية من قهوة سريحة الذوبان، ونبتدي نهرس كده. مزجنا الخليط زي ما انتم شايفين كده مع بعضيه كويس جدا، اللي هو كان عباره عن ايه؟ 3 كوبايات بسكوت مطحون، ومعانا كمان علبه قشطه، وكوبايه لبن حليب مكثف، وذره الملح، ويا ريت ما ننساش الملح عشان هيعدل الطعم. هناخد بقى جزء منه وبعدين نبتدي ايه، ناخد كده وبعدين نبتدي نرول، نعمل رول كده كده اهو، ونحط عندنا في الصينيه. وبعدين بقى طبعا هنعوز ايه؟ شوكولاته طبعا حلوه، كل نوع حلو، مذابه. وبعدين نبتدي بالفرشه عندنا ونمسح الرولات عشان تبقى زيها زي الحطب عندي. نشيل كل الزيادات دي اهو بقى بالمنظر ده اهو كده، وتحط بقى في التلاجة شويه عشان بس يمسك. وبعدين احطه عندي اهو كده في الصينيه اهو بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فتحت منه شويه عشان يبقى قد الصينيه بتاعتي. وهبتدي اعمل كمان رول بنفس المقاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل ايه؟ هناخد بقى الشوكولاته عندي وبعدين نعملها كده، نمسح كده عليها. طبعا الكلام ده بعد ما ينشف، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو بتاعنا، بتبقى بقى شكلها زي الحطب عندي اهو. كل ده هيتمسح كده مسحه، ومن ورا طبعا هنقلبه ونقوم عاملينه برضو مسحينه مسحه كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مسحه عشوائيه عشان انا عايزه التضليعه اللي انتوا شايفينها في الصوره عندكم كده، عشان خاطر يديني شكل الحطب. وبعدين هنقوم ايه لفينه كده شويه اهو كده، يتلف معانا لان طبعا العجينه معايا معموله كويس اهو. طبعا احنا بنعمل وهو لسه طري، انتوا طبعا هتعملوا وهو ناشف بعد ما تدخلوه شويه عندنا التلاجة البسكوت بس يمسك نفسه ويديني الشكل اللي احنا عايزينه. وبعدين نبتدي ندهن القهوة الشوكولاتة عندي المذابة اهو كله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقت جميلة وخطيرة. ونحط برضو من الجوانب كده كله 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 اهو، نداني الشكل اللي انا بقول لكم عليه اللي هو العشوائي ده اهو. نعمل ده الجناب دي ويطلع عندي من هنا برضو. وهعمل كمان بقى كام رول كده عشان يبقى عندي برضو كتير، وابتدي اقطعه بقى وتشوفوه ان شاء الله في الفيديو عندنا. ونبتدي نعمل واحد كمان. وكده بعد ما احنا دهناه وخلصناه، طبعا كل ده تحت بند ان احنا لسه ما حطيناهاش في التلاجة خالص. انتوا زي ما انا قلت نحطها في التلاجة قبل ما ندهنها. انا بس حابه اوريها لكم عشان الفيديو عندنا زي ما انا قلت ما يطولش. بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نقطع كده اهو زي الحطب كده اهو. ناخد بقى ايه عاكس كده
اهو كده عشان تطلع زيها زي الحطب، بقت بالمنظر ده. وهنا برضو ياخد كده عشان تطلع، بقت بالمنظر ده. بصوا اهي، هناخد سمبوكسه كده نقطعها بسمبوكسه عشان تطلع زي ما انتم شايفين حطب زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين ودمتم في رعايه الله، وهوريهم لكم ان شاء الله في طبق عندي في التزيين. كل سنه وانتم طيبين.